ده مضاد حيوي معمول عشان يقتل البكتيريا، مش أي تعب وخلاص. بس أغلب الناس بتتعامل معاه كأنه دواء سحري. اللي عنده برد خد مضاد حيوي، حرارته عالية أكيد محتاج مضاد حيوي. بس الحكاية مش كده خالص. المضاد الحيوي اتخلق مخصوص عشان يهاجم البكتيريا، زي التهابات الحفظ البكتيرية والالتهابات الجيوب الأنفية وكمان الالتهابات البولية. لكن لما المرض يكون سببه فيروس زي البرد أو الإنفلونزا أو حتى كورونا، المضاد الحيوي ما بيكونش ليه أي تأثير، لأن الفيروس في تركيبه مختلف تماما عن البكتيريا. بس اللي بيحصل إننا أول ما نحس بالمرض نجري على طول نجيب مضاد حيوي، وهنا بتبدأ المشكلة. اللي أغلب الناس متعرفوش إن جسم الإنسان بيكون فيه بكتيريا نافعة، والبكتيريا النافعة دي موجودة في أماكن زي الفم والجلد وكمان الأمعاء، وهي اللي بتحميك من أمراض تانية وبتساعد في الهضم والمناعة. لما بتاخد مضاد حيوي وانت مش محتاجه، هو مش هيفرق بين البكتيريا الضارة والنافعة، فهيقتل الاتنين مع بعض. يعني باختصار انت كده بتضر جسمك مرتين، مرة لانك خدت دواء من غير لازمة، ومرة كمان لانك قتلت الحماية الطبيعية اللي جسمك عاملها لنفسه. كمان لما بتستخدم مضاد حيوي غلط او بتوقفه بدري، البكتيريا الضارة دي بتتعلم ازاي تقاومه وبتكون جهاز مناعي ضد المضاد الحيوي ده، وساعتها حتى لو الدكتور كتب لك نفس النوع بعد كده مش هيشتغل. وده اللي العلماء بيسموه انتي بيوتيك ريزيستنس او مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. النتيجة ان امراض بسيطة كانت بتتعالج بسهولة بقت بتاخد وقت أطول في العلاج، وكمان بتحتاج مضادات حيوية أقوى. بلاش تكون نسخة متكررة من الناس اللي عارفة الغلط وبتعمله. المضاد الحيوي مش سحر، لكنها كيمياء محتاجة اللي يتعامل معاها بشكل صحيح.